سلام لأحلى وأغلى مشتركين عندي في القناة، واللي دخلوا جديد معنا نقول لكم ألف مرحبا في قناة ميرا، واللي شافوا قناتي ومازال مشتركوش نقول لكم اشتركوا، لأنه هذاك الاشتراك تاعكم راح يكون دعم كبير ليا. فيديو اليوم كيما شفتوا أول حاجة وأول لقطات اللي بديتكم بهم هما هادو اللقطات الصغيرين خلاص هاكم تشوفوا فيهم. كنت ندور ومن بعدها لقيتهم باردين خلاص على خاطر هذاك النهار كان الجو بارد بزاف. من بعدها رحت جبت كتانة ما نحتاجوهاش في الدار، حطيتها لهم في الارض، قلت هكا باش كي نحطهم عليها وما يحسوا بشويه تاع الدفا. وهنا يا هاني وريتهم لكم هكا باش تشوفوا الشكل تاعهم كيفاش يكون. كيفاش يكون القططه كيزيدوا اول مره، على خاطر ممكن كاين اللي ما يعرفش القططه هما صغار ما يعرفش الشكل تاعهم كيفاش جاي. هاكم تشوفوا فيهم كاين هذا وكاين هذا ثاني، هذاك ما يشبهش الام تاعو، مي هذا اللي راني رفدته في يدي هو يعني كيما نقولوا فوتوكوبي على يماه. والله تعرفوا كي لقيتهم قلت لازم نصورهم، على خاطر على بالي باللي والشركه تاعي يحبوا نوري لهم كل حاجه، خاصه الحيوانات. وانا كي لقيتهم سيرتو هما صغار قلت والله غير نصورهم لكم تشوفوهم. وهنايا هاكم تشوفوا اليوم رايحه ندير ميناج كبير للدار. قلت لما الناس يديروه قبل رمضان واللي انا درته في رمضان. والله اليوم روحي طابت كي خلصته. المهم هاكم تشوفوا كيما شفتوا نض صباح كالعاده كي موالفه كل نهار نض صباح. وهاكم تشوفوا بديت نرفد كل حاجه صراحه، مش موالفه ندير ميناج وحدي للدار، سيرتو كي نكون راح نبدل هكا حوايج بزاف في الدار موالفه انا وتعاوني الاخت تاعي. مليون درت الميناج وحدي، هاكم تشوفوا يعني رفدت كل حاجه وحدي. هاكم تشوفوا يعني دوك راح تشوفوني حتى المطارح تاع الصوف، ورفدت كل شيء رفدتهم وحدي. هاكم تشوفوا في الاول كي تبداو كامل تجي صعيبه تقولي وقتاش غير برك نخلص، مي كي تخلصي وتشوفي هذاك النقا في الدار الله الله يعني ما شاء الله. وهنا تاني هاكم تشوفوا يعني كل شمبره دخلت لها ونحيت منها زربيه. وهنا تاني هاكم تشوفوا واحد الخلطه تاني هاكم تشوفوا فيها. المهم نظمت كلش، كل حاجه نظمتها. وهنا جيت لهاد الطابله تعرفوا كانت معمره كانت معبيه بالحوايج، قلت نفرزها وهكا وننظمها كلش. هاكم تشوفوا هذاك الكرتون تاع هذوك البلارات اللي شريتهم وصورتهم لكم، نظمت فيه هذوك كيما شفتهم الكرارس وكامل نظمتهم لتما. وهذا الماء اللي نجيبوه من العين قلت لكم كل يوم لازم نروح نجيبوا الماء من العين، عندنا هكا بيد كبار في الدار كي نجيبوا هذوك القرع نتاع الماء من العين نفرغوهم في هذاك البيدون الكبير. من بعد تاني جبت هاد القارورة اللي نتاع الطاين هاكم تشوفوا، تاني عمرتها وحطيتها في جهه هكذا باش في الليل اللي يحب يشرب منها ولا حاجه كي نفطروا اكيد نشربوا منها. وهنا تاني هاكم تشوفوا يعني كانت الحاله ما نقولكش عليها، هاني نظمت كل حاجه يعني كل بلاصه نظمتها. تاني حتى المصاحف نظمتهم باش في الليل كي نجي نقرا تاني نلقاهم حدايا هكا، حتى من الحاله كي نلقاها نظيفه ونقي الله نحس بالراحه. يعني قلت لكم ما خليت حاجه يعني ما درتهاش، هلا مطرح كما شفتوا نفضتهم يعني كل حاجه نفضتها. انا تاني شطبت قلت باش هكا نحي شويه هذيك الغبره على قبل ما نصب الماء. انا تاني جيت لهاد الشومبره تاني هاكم تشوفوا تاني انا ننظم فيها ونعدل فيها. هذه الشمبره اللي مولفه الطول نصور لكم فيها هذه هي الشمبره اللي طول نصور لكم فيها. اليوم جا الدور تاعها باش ننظمها ويعني ونعدلها نسيقها نرجعها نضيفها الله عليها. هنا هاكم شفتوا هذاك المطر تاع الصوف هزيته وحدي، قلت لكم اليوم خدمت كل حاجه وحدي. وهنايا هزيت هاد الزاوره حطيتها في البالكون هكا باش تقيسها الشمس. هاكم تشوفوا المهم من الدراوات هكا كاين القدره موسخ ولا حاجه نحيه باش نغسلوه ونجيب واحد اخر.
وهنايا نحب نوجه تحية كبيرة بزاف بزاف بواحد الإنسانة اسمها منال، نوجه لها تحية كبيرة بزاف على الخير اللي درتو فينا. طبعا مانيش راح نقول لكم واش هو الخير اللي درتو فينا، المهم نوجه لها تحية كبيرة، نقول لها كتر خيرك انتي والأم تاعك، ان شاء الله يا ربي في هذا رمضان ربي يرزقكم من وسع ابوابه وييسر لكم في كل حاجة راكم تخدموا فيها. وهنا تاني جيت لهاد الشمرة اللي ما سبقش اني صورتها لكم. هنايا هاكم تشوفوا تاني نحيت كل حاجه، وهذه هذا القطع تاع الصوف شفتوا بلي شوي فيه غبره، قلت ننظفو مليح مليح. وهنايا بعد ما نخلص راح نرجع هذاك الكرتون نعاود نرجعو فوق هذا السرير. من بعد نعاود نرجع هذاك المطرح تاع الصوف اللي كنت نفطو مليح، تاني زدت نفط هذه المطرح اللي راهي غير خفيفه برك، يعني مطرح خفيف. ومن بعد هاكم تشوفوا هاني نغلف فيه. من بعد ما خلصت جبت جبل، ودوك راح نزيد نجيب الماء واومو ونبدا نكب في الماء. المهم اليوم بردت القلب تاعي، يعني قلبي بردت، ما خليتش بلاصه ما حطيتش فيها الماء. وهنايا بعد ما شطبتها مليح راح نزيد نجيب الماء نضيف ونعاود نزيد نحط في الارض. انا طول هكذا السياق تاعي، طول كي نجي ندير ميناج الدار اول حاجه نحط الماء ونحط اومو ونحط جبل، من بعد نجيب الباليه نشطبها كامله. من بعد في الاخر خلاص كي نجي نجبد بالفروتوار نعاود نزيد نجيب الماء نضيف ونجبد. ولا هنايا انا مازال ما خلصش، والمشاكل بدات مع الفروتوار، يعني مع العود تاع الفروتوار. وانا نجبد به اتكسر لي، ومن بعد والله غير بالسيف خدمته وما خدمته وعدلته كل شيء وما بقى محكم ليش، يعني محكمش الصراحه، لا نكذب عليكم نقول لكم اللي راني عدلته كامل وحكم لي، عدلته كل شيء. جبت به مره زوج وعاود يعني فسد.
من بعد واش درت، رحت جبت العود اللي كنت نجبد اللي هو تاع الباليه، زدت جبته ومي زاد حتى هو تاني زاد تكسر. هاكم تشوفوا هنايا وين زاد خلاص تكسر لي خلاص وما عادش يزيد يركب. من بعد جبت عود خلاف، هذا عود خلاف ركبته لهذا الفروتوار. ونبدل الدفاع نرجعوا الباليه ديفو نعاود نرجعوا الفروتوار. المهم نهار جبتو يعني واحد النهار يعني مش مليح طول. هنايا بعد ما خلصت بديت نرجع كل حاجه لبلاصتها. المهم تعرفوا بالك لو كنت تشوفوني بالك تلقاوني واحد التزينه تاع الماء وخلصتها. وهنايا اخيرا خلصت وتخلصت من كلش. هنايا كي قضيت خلاص جيت للكوزينه، هزيت هذه شكاره تاع السميد نحطها في بلاصتها، وتاني باش نكمل نسيق الكوزينه تاني. هذا هو الفوتوار اللي قلت لكم تاني زاد يعني العود تاع الباليه تاني اللي زاد تكسر لي. اليوم راني مكسره زوج. شوفوا اني في هذا الفيديو مانيش راح نقول لكم ديروا ميناج في رمضان، على خاطر لو كان ديروا ميناج في رمضان راح تقتلوا رواحكم، سيرتو مع ديري ميناج وبعد تزيدي تروحي طيبي ولا غير نورمال تقتلي روحك. انا ننصحكم ما ديروش ميناج في رمضان، سيكون عادي جدا يعني ما تهلكوش رواحكم. انا ساي انا الله غالب ولفت بالخدمه، لو كان هكا يفوت عليا نهار وما نخدمش فيه ما نحسش روحي نورمال، نحس روحي ماشي نورمال. ولفت هكا لازم طول نخدم. بزاف ناس اللي تقول لك راني والفت هكا على الخدمه ولو كان نريح نهار، كاين اللي يقول لك حتى لو كان نريح نهار نمرض. من بعد هنا ما خلص هذاك الميناج وكملت جيت لهنايا اسمها هكا باش نحضر الفطور، وتاني هكا الحوايج اللي نلقاهم قدامي هكذا كنبروفيتي اني نخدمهم. شوفوا جبت هنايا القرعه هذه كانت رايحه تفسد لنا، من بعد قطعتها ودرت لها السكر، راح ندير الكونفيتور نتاع القرعه. من بعد جبت القشور تاع التينه تاني راح تاني نحطهم. هذه التينه كنت حطيتها لوحده التحليه راح نوريها لكم درك، وما حبيتش هكا نرميه لانه القشور تاع التينه ولا تاع القارص هما اللي راح يضيفوا هكذا واحد النكهه هايله لهذاك الكونفيتير تاع القرعه. من بعد جبت المول هذا اللي كنت شريته قبل رمضان، هاكم تشوفوا راهو جديد يعني حتى الورقه هذيك تاعو اللي راهي لاصقه فيه ما نحيتهاش. المهم اليوم راح ندير لكم واحده التحليه هايله. كيما تشوفوا عندي الفراز وعندي تاني البنان وعندي القارص وعندي حبه التينه. هذه التينه كنت مخبيتها عندي شحال وانا مخبيتها، كيما شفتوا يعني غير غلفتها برك بورق الالومنيوم وحطيتها غير في الفريجيدير. وهاكم تشوفوا يعني مازالت الحبات التينه محافظه على الشكل تاعها، يعني كيما خبيتها كيما جبتها. وانتم الفواكه اللي تحبوا تحطوا حطوهم، واللي ما لحقوش باش يشروا الفراز وباش يشروا التينه وكامل، نقول لكم ان شاء الله يا ربي في هذا رمضان ربي يفرج عليكم من يعني من واسع الابواب تاعو، لانه هذه الظروف يعني ما نقولكمش احنا برك اللي مرينا بهم، مي اغلبيه الشعب الجزائري مر بهذه الظروف. والحمد لله ربي بدا يفرج علينا، نحمدو ونشكرو على النعمه تاعو. حتى نتوما تاني كيف تفائلوا في الدنيا هذه، واكيد والله كيما اليوم ربي راح يفرج عليكم. والله صدقوني يعني كي جيت نخدم التحلية هذه طول والله غير طول. هكا الناس اللي ما عندهمش طول جاو في قلبي، تفكرتهم هكذا وتفكرت الحالة اللي كنا احنا عايشينها من قبل، هكذا تفكرت الناس اللي زوالية وما عندهمش وما يقدرش يشروا هاد الحوايج. صراحة والله غير غادني حالة ما كنتش حابة نحط. مي واش نديرو هذه هي الدنيا وربي يفرجها للناس كاملة يا ربي. المهم انايا حطيت الفراز وحطيت تاني التينه وتاني حطيت شويه على القرص.
من بعد جبت الفلون، انا راح ندير الفلو تاع القارص. حطيت الماء، نتوما الكميه تاع الماء اللي تحبوا ديروها ديروا، يعني الكميه تاع الفلون اللي تحبوا ديروه ديروه، ماشي بشرط ديروا نفس الكميه تاعي. من بعد جيت هنا حطيت حليب وجبت هذاك الفلون. من بعد مع نشوف هذاك الحليب غلا، من بعد نحطو على جهه ونخليه يبرد شويه. انا هنا حطيته شوي سخون خاطر كنت مزروبه وما بردتو ما بردش. ومن بعد تحطيه في الثلاجه وتخليه. من هنايا جبت البصل، انا راح ندير الفريك. يعني احنا في هكا ولفنا نقولوا الفريك احنا الشوربه اللي راح نديروها ماهيش تاع الفريك، هي تاع الشعير. لو كان نقول لكم شوربه الشعير ممكن تجيكم غريبه، لذلك نقول برك الفريك وخلاص. وهنايا هاكم تشوفوا باركوا لي واخيرا والحمد لله فضل ربي سبحانه وفضلكم نتوما اكيد. الحمد لله ربي بدا يفرج عليا، نحمدو ونشكره على النعمه تاعو. شريت هذا الروبو على خاطر كنت الحاجه اللي نجي نديرها ما نلقاش روبو باش نرحي فيه هذيك الحاجه. يعني سيرتو يعني الحاجه اللي كانت مقلقتني الفلفل. منين داك كي نغرسو الفلفل في الصيف ما نلقاش كيفاش ندير ليه هريسه بيه، على خاطر ما عنديش روبو هكا اللي يرحي لي الفلفل وكامل. عندنا صح واحد هو شوي قديم ودوك راح نشوفه، مي يرحي غير هكا غير الحبوب، باه يرحي البصل ولا فلفل ما يرحيش. المهم الحمد لله واخيرا هذا الروبو اللي رايحه هكا نرحي به هو شريته والله صدقوني غير على جال الفلفل باش ندير ليه هريسه ولا طماطم، المهم غير على جال هذو الحوايج. ما على جال البصل لا البصل عادي حتى نقطعوه هكا غير بالموس برك عادي، مش حاجه يعني اللي كبيره ولا. هنايا هاكم شتو ريحيته والله يرحي ما شاء الله، ومام البري تاعو ناقص بزاف. ومن بعد انا حطيت اللحم وهي يعني عادي كيما مولفين المكونات اللي مولفين حطوها، اللحم والزيت وتاني الملح. هنا هاكم تشوفوا هذه الام تاعي وهذه الام تاعها يعني جداتي، هذه جداتي اللي تربيت وعشت عندها. وهنا تاني جبت هذا اللي هو الشعير هذا الشعير الحبه تاعو راهي كبيره هكا، نحاول كيفاش نرحيه باش نتحصل هكا على حب يكون صغير. وهذا هو الروبو اللي قلت لكم عليه عندنا من بكري، امي غير يرحي برك يعني عنده غير هذيك برك الخاصه هذه اللي راكم تشوفوا فيها اللي هي خاصه غير بالحبوب برك. تعرفوا بصح كي تجي ترحي بيه يدير واحد الصوت يعني اللي تخاف ما ترحيش به. اللي مازال عندهم هذا النوع يكتبوا لي في التعاليق والله صدقوني يعني من قوه هذاك الصوت اللي تخاف ما ترحيش به. من بعد ما رحيته ضفته للمرقه. وهنايا هاكم تشوفوا جبت هذا الفلفل اللي هو الفلفل الحار، راح نوري لكم الهريسه كيفاش تخدموها يعني بالفلفل هذا. هنايا راح ندير القرنفل للمربى تاع القرعه. وهنايا هاكم تشوفوا يعني ريحاه لي هايل، ريحاه لي ما شاء الله. شوفوا انا دوك نوري لكم الطريقه هذه ومازال طرق بزاف نوريها لكم. شوفوا انا هنايا حطيت فيه توابل، نتوما اذا ما تحبوش تحطوا فيه توابل ما تحطوش، اكتفيوا حطوا برك الملح وحطوه على النار، خليو الماء منه هذاك حتى ينشف، لازم الماء هذاك تاعو ينشف. ومن بعد زيدوا فيه الزيت وحطوه في القرعه. وانا جداتي هاكم تشوفوا فيها راهي قاعده تسربي. اذا عجبكم فيديو تاع اليوم ما تنساش تبخلش عليا بالجيم والبارطاج والكومنتير هكا باش توصل قناتي لاكبر عدد من الناس. ونحب نقول لكم انه القناه تاعي مهما وين وصلت مانيش راح نشري الاشياء الفاخره اللي نجي نتباهى بها قدامكم. انا فقط شريت هذاك الروبو لانه صح نحتاجه فقط قلت لكم باش ندير به الهريسه ولا هذه يعني الحاجه اللي هكا اللي خلتني نشريه. وهنايا بعد ما فطرنا وخلصنا جيت باش نحط هذه التحليات في الليل هذه خلاص. لهنايا نكون وصلنا الى اخر الفيديو. نحب برك نقول لكم على الكونفيتور تاع القرعه خلوه يطبخ على النار حتى ينشف، منين ينشف تما نحوه خلوه حتى يبرد وفرغوه في بلاره تاع القزاز. وتاني مام الفلفل الحار نفس الشيء قلت لكم حطوه حتى ينشف من هذاك الماء تاعو ومن بعد حطوه في بلاره تاع القزاز. ولا هنا نكون وصلنا الى اخر الفيديو ان شاء الله يا ربي كنت خفيفه ظريفه عليكم. وبقى لي غير نقول لكم اذا تحبوني ما تنساش الجام والبارطاج القناه تاعي هكا باش توصل لاكبر عدد من الناس. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.